العوائل اللي الآن استبعدوا أو صار عليهم حجر شنو قصتهم؟ وين عوائل؟ هذه عوائل اللي هي عندهم من ذويهم ناس داعش، أنتم طردتوهم. واحنا راح اقول لك شغله، اني من المؤيدين لهذا الخطه. بالقانون ميدهم لو بالقوه؟ لا بالقوه. بالقوه؟ الوقايه خير من العلاج. بالقوه شلون؟ ليش؟ اسمح لي يا استاذ، الوقايه غير سياقاتك وحقوق الانسان. حقوق الانسان هو اذا مرته تخابر وتصير لنا والمراه تصير مصدر رجلها ويضر قطعاتي، انا اقعد مكتوف الايدي والله انتظر حقوق الانسان؟ ما انتظر حقوق الانسان. انا قائد واتحمل المسؤوليه امام كل شيء. انا جيت شلتهم خليتهم المخيم، ليش خليتهم مخيم؟ انت صرت قائد غير بالقانون؟ ما يخالف. غير افترض بكم تحترم القانون؟ احنا ما اقول لك موضوع الوقايه خير من العلاج. ذوي الدواعش ما احترموا انفسهم وقعدوا وانهم يقولون احنا ولدنا خطأ او كذا، احنا ما حكيناهم بالبدايه. زين. بس من بدأوا يشتغلون مصادر وبدأت تصير عندنا حالات قتل، بدأت ننظر مثلا قناه برهامن، هذا طبعا الحكي كان العدو بعده بالساحل الايسر مال الشرقاط بيد العدو. زين. واحنا كنا ماخذين الساحل الايمن كامله. زين. فاتخذنا هذا القرار وخليناهم مخيمات، والمخيمات بها يعني حال المخيمات الاخرى. بس احنا حقيقه حققنا غايتين بهذا الموضوع. مسموح لهم يطلعون من هاي المخيمات لو محتجزين؟ مراقبه، لا يطلعون بس شنو نتابعهم، مثل نقول له وين تريد كذا. تدري هذا هاي معسكرات احتجاز بالنتيجه. استاذ عماد، يعني حتى هيومن رايتس ووتش كتبت عليكم. خلا تكتب. شلون تدري شو يسوي هذا؟ بس تسمح لي، بس تسمح لي. هذا شو يسوي؟ هذه مره تطلع برا شو تسوي؟ تخابر رجلها اللي هو يقاتل قطعاتي. تخابره وهي بالمعسكر؟ لا، وهي بالمخيم تخابره. يحول لها فلوس، تحول الفلوس، صارت قضايا. مو احنا قلت لك اكو، شوف اللي ايده بالنار مو مثل البره. زين. احنا تدري احنا النار تشوينا احنا اولا. انا كقائد مسؤول. دوله راح تسالني، فانا لازم اتخذ اجراءات. احنا اول شيء من سوينا اتخذنا هذا القرار. طبعا هذا القرار اتخذناه قبل سنه ونص. هذا حققنا به غايتين. اولا بتأييد من مجلس المحافظه؟ بتأييد، نعم ايدوه. مؤيد. وبعدين ضغطت عليهم من قولاتك هيومن رايتس ووتش وسحبوا هذا. بس انا بقيت مستمر. بس شلون بقيت مستمر؟ بس تسمح لي. احنا حققنا غايتين بهذا الموضوع. اولا حميناهم من ثأر الناس قامت تشمر عليهم رمان على بيوتهم. نعم، هذول المتضررين. يعني اني ابني مذبوح، مو مقتول، مذبوح، واعرف ابن فلان اللي هسه قاعد بالقريه هو اللي قتل ابني. فشو اسوي؟ لازم انتقم. فاحنا اول شيء بالقانون ما يفيد. شو يشتكي؟ يقول لك ابني مو يمي، يقول لك ابني مو يمي. القانون شو يريد يسوي؟ ما يسوي له شيء. يقول له ابني هنا بتشول لو ما ادري بيه. طبعا هسه عندهم ابسط شغله يقول لك والله ما ادري بيه انفقد، او يقول لك بتركيا. هذا طبعا عذرهم. فاحنا اول شيء حميناهم من موضوع الانتقام او الثأر. زين. النقطه الثانيه حميت قطعاتي لانهم بدأوا يشكلون خطر يعمل كمصدر. بس هذا هم عذر يشبه عذر اجتثاث البعث، انه احنا حمينا البعثيين من الانتقام بالاجتثاث. هم بيها ترى بابو جواب. يعني هم ترى بيها تقريبا. خل اسالك هذا السؤال. انفقدت عندكم 350 مليون دينار عراقي مضيعينها